اليوم حنحضر وجبة كتير سهلة فيكم تستعملوها كمقبلات لرمضان، أو وجبة عشان ما أقول مقبلات يعني قلنا مقبلات. المهم من فخاد الدجاج عندي هون 4 فخاد اللي هن الدبابيس يعني. أنا سلقتهم طريقة السلق أنتم حسب ما بدكم. أنا بحطهم بالطنجرة على نار عالية بالأول، طبعا بيكونوا مغسلين وهيك. بتركهم على نار عالية شوي، بعدين بهدي النار تحت هيك يتغير لونهم، وبعدها بسقط عليهم مي سخنة أو مي بحرة الغرفة على حسب. بتركهم تحت يبلشوا هيك يغلوا ويطلعوا الزفرة بشيلها، وبحط فلفل أسود وورق غار بس. كنت زمان احط بصله، بطلت احط. فيكم تحطوا عود قرفه او حبهال او البهارات اللي بتحبوها، بس انا بكتفي بها باغلب الاحيان يعني لما اسلق بالعادي بس بعملها. وبعدها بهدي النار وبتركهم تحت يستووا، ياخذوا معكم يمكن شي 40 دقيقه او هيك شيء. انا نسيت على النار اصلا، المفروض يكونوا استووا. اوكي، اول شيء رح اعمل فيهم الجلد، فيكم تخلصوا منه بس انا رح ضلني محفوظه فيه، ما في مشكله. بدي فصفصهم. اوكي. اوكي، هلا العظمه انا بدي احتفظ فيها، فهدول بدي ابقى اشيلهم، اللي هي القرقوشه اللي من فوق وهيك بدي اشيلهم. بدي اجيب صحن. اوكي، جبت صحن بدي اشيل القرقوشه. طبعا بتتاكل القرقوشه يعني، بس لاني بدي احتفظ بالعظميه، ما بدي اتخلص منها. اوكي، بدي احتفظ بالعظميه هيك. اوكي، وهو بدي استعملهم طبعا، بدي اعمل معهم اشياء رح تخفي كل الكميه وارجع لكم. وهيك يا جماعه بعد ما فصفصتهم وهي طول العظم. هلا عندي هون شويه بطاطا مسلوقه، بطاطس يعني سلقتهم لحد ما اهدروا على الاخر. بدي اهرسهم كثير منيح، كل ما هرستون هن وسخنين بيكون احسن واسهل لكم. رح اهرسهم وارجع لكم. وهيك بعد ما هرستهم هن يمكن شي حبتين بطاطا صغار يعني. انا هرسه يعني عين لغايه ما كملت كمان حضرهم بطاطا مسلوقه، بس هدول اللي اخذتهم يعني. بدي اضيف الدجاج فوقهم. طبعا انتم اللي فيكم تعملوه هو انه تفرمون كلهم بمحاضرة الطعام، بس انا بصراحه رح اكتفي فيهم هيك يعني، مش افرمهم. ويمكن احسن اذا انفرموا يعني، يكون هيك القوام احسن. بس ما رح افرم. هلا بشوف بالاخر، ممكن افرم ممكن لا، ما بعرف. رح انقلهم على وعاء اكبر كرمال هيك يسهل معي الشغل. ما بحب استعمل وعاء كثير هالقد. وراح اضيف عليهم ميكس من الجبنه الموتزاريلا والجبنه الرومي. وفيكم بس تكتفوا بالموتزاريلا كمان يعني، ما في داعي للرومي، بس انا رح اعمل ميكس بين الاثنين. وراح اضيف كمان الملح والبهارات. رح احط انا ملح، مش رح كتر كتير عشان كمان انا ملح الدجاج، كمان الجبنه الرومي شوي ملحه. رح احط كمان فلفل اسود، كمان مش رح كتر فلفل اسود، ما بدي يطلعوا هيك حارين. رح احط توم بودره. هيدي طبعا انه اختياريه البهارات، انتوا اللي متوفر عندكم فيكم تضيفون. رح استعمل كمان بابريكا مدخنه، فيكم تستعملوا بابريكا عاديه. وراح اضيف كمان بهارات الدجاج بيقدم الطهر وبعد ما نشتغل. الله اكبر. وراح امعصهم مع بعض كتير منيح. برجع لكم بس ينمعصوا. وهيك بعد ما معصتهم، طبعا اذا بتكتروا في عظميه بالغلط. اذا بتكتروا الجبنه الموتزاريلا بيكون احسن، عشان بس نيجي نفتح هيك تمط الجبنه. بس انا صراحه ما نزلت من الفريزر، فرح اكتفي بها واللي حطيتهم. وفيكم تدوقوا هيك لان كل شيء بقلبها مستوي يعني. رح ادوق هيك شوي كثير طيب، بتنفع كمقبلات هيك يعني، بدل البطاطا المهروسه عادي واحد بحضرها مع دجاج وجبنه. وهلا اللي رح اعمله انه رح اجيب العظميه. اول شيء رح اقسمها، رح اجرب اقسمهم لاربعه متساويين عشان ما يطلع هيك شيء اكبر من شيء. رح اجرب يعني انه قدر المستطاع. رح اخذ جزء، بدي لفه هيك حوالين، كمان هون مش شايلتها مزبوط. بدي لفه هيك كشكل الفخذ يعني. اوكي هيك منيح تقريبا، شايفين كيف؟ طبعا ما بتركوا للاخر يعني، بتركون شوي. فيكم تعلوه بعد شوي لفوق اذا بتحبوا كمان، هالشي بيرجع لكم. رح احضر كمان باقي كميه هيك. وهيك بعد ما جهزتهم، طبعا مش رح هيك اقليهم بهيدي الطريقه. بدي اول شي طحين، بدي بيضه، وبدي بقسماط. هلا على البيضه رح احط شويه فلفل اسود، ما بدي اضيف ملح لانه حسيت الملح منيح، بس رح احط شويه صغيره ملح. رح احط على البقسماط. فيكم تحطوا بهارات على البقسماط، انا بصراحه مش رح احط. رح احط بس شويه ملح على البيضه، وشويه ملح على الطحين، مش رح كتر كمان. انتم مثل ما بدكم على البقسماط، فيكم تحطوا فيكم ما تحطوا يعني، انا مش رح احط. وراح اخذ البيضه. بعتقد انه هاي الكميه رح تطلع مناسبه، ان شاء الله تطلع كثير، انا صراحه كثير بتضايق بس تطلع الكميه هيك زياده وينفد منهم. بس بنفس الوقت كمان بتضايق طلعت قليله وبدي ارجع احط. فيكم تحطوا اذا بدكم شويه حليب مع البيض، بس انا مش رح احط. اوكي، اول شيء رح اعمل اني رح اخذ الفخذ وغطسه بالطحين. بدي غطسه طبعا من كل الميلات، حتى العضماي كمان لازم تتغطس. انتبهوا بس انتوا عم تبرموه ما تفتتوه. اوكي، رح ارجع سقطه بالبيض. رح كمان احاول غمسه بالبيض كثير منيح. مش حابه افركه بايدي انا صراحه يعني، جربوا انتوا غمسوه كثير منيح البيض.
ما لقيت صراحه حل غير اني انا غمسه بايدي دلوقتي. رح شيله من بعد بقدر اسقطه بالبقسماط. طبعا غمسه من كل الميلات وراح احطه على جنب. وكبسوا عليه هيك كرمال بس ما تكبسوا كتير يعني تثبتوه. كمان هيك يعلق عليه البقسماط ما ينزل كتير مع الزبده. وراح انقله واحطه بالصحن على ما اكفي كل الكميه. اللي راح اعمل اول شيء كل الكميه بطحين، بعدين بعملهم بالبيض لان انا بضطر انا اعمل بالبيض يعني غمسهم تغمسهم منيح. وهيك بعد ما خلصت كل الكميه هلا صار بدي اقليهم بزيت غزير حامي. طبعا كل شيء مستوي فبس هيك ياخذوا لون تخلص القصه طلعهم وبصفيهم على ورق كلينكس يعني. طبعا انا يا جماعه محضره سلطه خيار وبندوره وفليفله وشويه خس كانوا مفضلين عندي. هيك ميكس رح احط عليه الملح فلفل اسود، فيكم تضيفوا زيت زيتون بس انا صاير عم بكتفي بالحامض ولا زيت. انا صراحه عملت زيت زيتون طيب. هون بمصر عم بلاقي الزيت طعمته مختلفه عن لبنان. طبعا بيعجبني بس عم بحطه على شيء هيك انه بحس بالطعم تبعه. رح اضيف عصير حامض حسب الرغبه يعني. فيكم تضيفوا ثوم بصل اذا بتحبوا بس انا بكتفي فيها هيك. رح اقلبهم بس يا كمان رح اقلبهم مع بعض كثير منيح وبتكون جاهزه السلطه. طبعا انا مقلبه البندوره شكله بس خلص رح اكتفي فيها هيك لنص وقت الغداء. هيك جاهزه السلطه. رح سقط الدجاج بسم الله مثل ما قلت لكم بس ياخذ لون خلاص بيمشي الحال يعني. بس ياخذ لون من اول وجه بقلبه على الوجه الثاني مع كل الجهات طبعا يعني. قلت لكم سلقه شويه بطاطا زياده كمان رح اهرسهم. ما هرستهم على الاخر. رح اكتفي فيهم هالمره بملح وفلفل اسود وعصير حامض بدل زيت الزيتون. ولا مره صراحه عملتهم بهي الطريقه. فيكم تضيفوا ثوم، فيكم تحطوا زيت زيتون تخلوها بطاطا مهروسه، فيكم تضيفوا حليب زبده بس انا رح اعملها بهي الطريقه هالمره يعني. اكيد رح يطلعوا طيبين. هيلا شيء حامض عاده بنحبه يعني. رح اخلطهم مع بعض كثير منيح وبس هيك اقدمها. لقيتها كتير كتير طيبة يا جماعة جربوها. إذا بتحطوا معها بقدونس يا سلام هيك بالشكل يعني. رح أحط البطاطا بهاو. طريقة التزيين يعني بترجع لكم. إذا عندكم هيك أفكار سهلة لوجبات هيك بسيطة وطيبة فاكتبوا لي بالتعليقات أبقى أجربها. نحن بالبيت بنحب هيك التشكيل، مش شرط إنه يكون شيء غالي على فكرة يعني. يعني أنا مثل ما شفتوا اليوم حضرت منفخات الدجاج على فكرة سلقت بس الفخاد هدول. شايلة قبل منهم الأوراق مستعملتهم يعني مطبوخين كانوا قبل طبخيتهم يعني قبل مرة. شايلة الصدور بعدها بالفريزر. وسلقة بمرة الرقب وهيك يعني والقمصة والهاو. فانه مش شرط يكون شي غالي الواحد يعمل هيك يحضر وليمة يحبوها الاطفال. رح اكتفي فيها هيك. فيكم زينوا بزيت زيتون كمان لكم شوية بقدونس. رح احط شرايح من حامض رح احطهم هيك بكل بساطة يعني. شوفوا اسم الله شكل الدجاج شي بيشهي على الاخر يا جماعة. وللصراحة انا كمان عاملة شوربة عدس بس انت ما بتشتغل شوربة العدس غير اوقات يعني. فمضطرة اني احضر حتى اشياء هيك اوقات يعني مضطرين نحضر كذا شغله كذا نوع. خاصة ان احنا عادة اغلب الاحيان ما بناكل بخبز يعني هاكلهم حنتناولهم بلا خبز. فلازم تحضروا الدجاج بهالطريقة. منفخات الدجاج هيك كمان وجبة اقتصادية كبرنا الحجم وبتشبع اكثر. فيكم تزينوا الصحن طبعا بشرايح من الحامض شوية بقدونس اللي متوفر عندكم. طبعا وقت ما نكون عم نعمل للعائلة يعني مش مضطرين كتير ان نزين غير وقت العزايم وهيك. ورح فرجيكم شكل الدجاج من جوا يا جماعة. هيك اول شي القرقشة. طبعا هو رح يكون طري من جوا شي معروف اكيد يعني فيه بطاطا ودجاج. بس بدي اشوف اذا فيه هيدا المنطقة تبع الجبنة. بسم الله. انا مش مكترة جبنة يعني بس انه طعمي كتير طيب يا جماعة. ما مبين على فكرة انه فيه بطاطا فجربوها كتير كتير طيبة. وهيك بيكون خلص الفيديو تبعنا لليوم. ان شاء الله يكون عجبكم. هيك كمان فكرة سهلة وبسيطة لافطار رمضان. انا على فكرة بافطار رمضان ما عندي مشكلة انه اطبخ رز ولا اطبخ معكرونة. ممكن هيك اشياء نقضيها يعني حسب الاولاد شو بدهم وهيك. وهيك بيكون خلص الفيديو. ان شاء الله يكون عجبكم. ما تنسوا لايك والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس توصلكم اشعار بكل فيديو تنزل على قناتي. وبتلاحظوا عندي كمان انه انا بعمل ميكس ما خص ببعضه اوقات من الاكلات فهالشي عادي عندي كمان. بشوفكم فيديو ثاني باذن الله قريبا. صحتين على قلبكم كل عام وانتم بخير. سلام.